لو انتي أم وبتسألي نفسك أنا أقدر أعمل إيه علشان ابني ميوصلش لصعوبات في التعلم، يبقى الفيديو ده ليكي خصوصا لما يبدأ يكبر وبتبدأي تسألي هو ابني بيتعلم كويس؟ طب ليه مش زي زمايله؟ طب ده طبيعي؟ صعوبات التعلم مش معناها إن الطفل مش ذكي، بالعكس كتير من الأطفال دول بيكونوا أذكياء جدا، بس عندهم طريقة مختلفة في استقبال وفهم المعلومة. بس الخبر الحلو إنك كأم ليكي دور كبير جدا من أول يوم تقدري تحمي ابنك، أو على الأقل تكتشفي المشكلة بدري جدا وتعالجيها في وقتها. تعالي نشوف مع بعض أهم الخطوات اللي ممكن تعمليها من وهو لسه صغير. أولا، ابدأي بدري جدا من قبل ما ينطق وانتي شايلة البيبي، كلميه، غنيله، احكيله عن اللي حواليكي. الطفل من أول لحظة بيسمع وبيخزن الكلام الكتير، في أول سنة بيبني عنده حصيلة لغوية وده أول مفتاح في التعلم. ثانيا، اللعب مش هزار، اللعب تعليم، متستهينيش باللعب البسيط، لما يمسك لعبة، لما يركب بازل، لما يلون، كل دي أنشطة بتقوي مهاراته، الإدراك، التركيز، التناسق بين الإيد والعين. اللعب مش وقت فراغ، ده وقت تعليم. ثالثا، خليه يعبر واسمعيله كويس. ساعات الأطفال بتكون عندهم مشكلة في التعبير، مش عارف يوصل اللي حاسس بيه، فبيتضايق ويتعصب أو ينعزل. شجعيه دايما إنه يقول رأيه، يسأل، يغلط ويتعلم، وده هيخليه يتعود يعبر عن نفسه، وده جزء مهم جدا في التعليم. رابعا، قولي الشاشات على قد ما تقدري، عارفة إن الموبايل ساعات بيكون حل سريع وإنتي مشغولة، بس الحقيقة إن الشاشات الكتير بتأثر على مخ الطفل، وخصوصا في أول 5 سنين، بتقلل التركيز، بتأخر الكلام، وبتخليه مكسل يتفاعل مع العالم الحقيقي. حطي وقت مخصص للشاشة، والباقي خلي فيه أنشطة، رسم، قراءة، لعب حر. خامسا، راقبي مراحل تطوره بهدوء، مفيش طفل شبه التاني، ده أكيد، بس في علامات عامة لازم تبقي واخدة بالك منها. هل بيتكلم في سنه ولا لأ؟ هل بيستوعب التعليمات البسيطة؟ هل بيقدر يفتكر اللي اتقاله؟ هل بيعرف يركز حتى ولو شوية؟ لو في تأخير كبير في الحاجات دي، متتأخريش في استشارة أخصائي. سادسا، حسسيه إنه محبوب ومقبول، مهما حصل كتير من الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم بيواجهوا انتقادات طول الوقت، انت مش بتفهم، انت بتغلط كتير، شوف أخوك أحسن منك. الكلام ده بيدمر الطفل من جواه وبيخليه يكره نفسه. والتعلم كمان شجعيه، امدحي المجهود مش بس النتيجة، ولما يغلط علميه مش تعاقبيه. سابعا، اعملي بيئة فيها حب وهدوء وأمان، الطفل مش هيعرف يتعلم وهو قلقان أو خايف. مشاكل في البيت، صوت عالي، ضرب أو توتر مستمر، كل ده بيأثر على تركيزه حتى لو في ضغوط. حاولي تخلي البيت مكان دافي وآمن بالنسبة له. وأخيرا، لو شكيتي لحظة اتصرفي بسرعة، مش لازم تستني المدرسة تشتكي. لو عندك إحساس إن في حاجة مش مظبوطة روحي لأخصائي نفسي أو تخاطب، وخدي رأيه كل ما تكتشفي المشكلة بدري، كل ما العلاج يكون أسهل وأسرع. انتي مش بس أم، انتي أول مدرسة وأول حضن وأول مصدر أمان وثقة في حياته. ابنك يستاهل بداية صح، وانتي قادرة على ده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستناني في فيديوهات تاني عن علم النفس. سلام.